السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غاليات، ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتم تشوفوا هاد لا فيديو. اليوم غالياتي جبت لكم اون كولور هبال هبال، يعني ما شاء الله. اون كولور عسلي كراميل اللي رايحه تضوي لك وجهك وتخرج على جميع انواع البشره. يعني راه جاي الصيف وكما نعرفوا يكثروا فيه المناسبات العراس يعني، وكما نعرفوا العيد راه جاي، العيد الكبير. حابه تغير الاطلاله، تبعي لا فيديو الاخير وما تبخلونيش بالجام، هكا تطلع لا فيديو ويشوفوها بزاف اخوات. هذا اللون اللي هو العسلي كراميل ديريه فقط بعلبتين من لوريات. الرقم الاول اللي هو الرقم 19 كما راكم تشوفوا في الصوره، الترقيم العالمي 9.0. يعني أي وحدة حابة تستعمل من ماركات عالمية أخرى تستعمل 9.0. أشقر جد فاتح بلون تخي كلير. يعني أي وحدة حابة تستعمل ماركات أخرى ما تستعملش لوغيات تدي ترقيم العالمي. أما الرقم الثاني اللي هو الرقم 23، ترقيم العالمي 11.1 اللي هو أشقر جد جد فاتح رمادي بلون إكسترا كلير سوندري كما راكم تشوفوا في الصورة. يعني أي وحدة تحب دير هاد لا كولور تحتفظ بالأرقام لما تروح تشري تعرف واش تشري. المهم يعني تدوا هاد الأرقام، نعاود نذكركم الرقم 19 والرقم 23، يعني علبتين فقط. إذا كان شعرك اللون تاعو غامق لازم تفتحي قبل ما ديري هاد لا كولور. اما اذا كان شعرك فيه ليماش مقبل ولا كانوا عندك ليماش هابطين، ديري هاد لا كولور عادي جدا تخرج لك. اما اللي عندها في لي غاسين الشيب وعندها ليماش، دير هاد اللون رايح يغطي لها الشيب ورايح يخرج لك ان شاء الله. وايضا اللي عندها الالوان الفاتحه مثلا العسلي الفاتح، كنتي مقبل دايره ويعني هبطت لك لا كولور تعاودي ديريه رايح يخرج لك هذا اللون. وحتى اللي شعرها طبيعي يخرج لها ايضا هذا اللون، يعني يخرج هذا اللون على قاعده الشعر الفاتح، ويخرج على اللي دايره ليماش وهبطوا لها، وعلى اللي دايره ليماش وعندها شيب في لي غاسين يعني اللي عندها شيب بزاف. وايضا الشعر الفاتح ولا العسلي الفاتح يعني يخرج عليكم هذا اللون. اما اذا كنتي دايره الالوان في الغوامق مثلا الاسود الغرابي او يعني الاحمر او الحنه، يعني الالوان الغامقه لازم تفتيح هكا يخرج لك اللون. سورتو انواع كوربو والحنة واللون الاحمر لازم تفتيح قبل ما ديري لي كولور، لانه الالوان ما يخرجولكش بدون تفتيح. وايضا تقدري ديري غسيل اللون او سحب اللون. المهم يعني اي سؤال او استفسار اكتبوا لي في التعليقات، مرحبا بتعليقاتكم. نروحوا للخطوة الثانية. شحال ندو من كل رقم؟ ندو نصف علبة من الرقم 19 ونصف علبة من الرقم 23. شحال ندو الرقم 19 نصف علبة والرقم 23 نصف علبة، ومع أكسيدون تركيز 30 علبة كاملة. يعني نحتاج علبتين من لوريات اللي هو الرقم 19 والرقم 23 وأكسيدون. ندو نصف علبة من رقم 19 ونصف علبة من 23 وعلبة كاملة من أكسيدون. اما اذا كان شعرك طويل ضاعفي الكميه. هكا يعني الاخوات فهموني مليح لما نكرر، لانه يجوني بزاف تعليقات ما يفهموش شحال يدو من الارقام. الخطوه الثالثه لازم تبداي الصبغه من الاطراف ثم تروحي لي غاسين. ما تبدايش من لي غاسين ثم الاطراف، تخلي دائما 1 سنتيمتر على لي غاسين، هكا ما تخرجلكش لا كولور حمراء. حتى يعني تبقى ربع ساعة ولا على لا كولور ديري اللون من الفوق في الجذور. يعني هادو خطوات هكا تخرج لك لا كولور وما تروحلكش للحموريه. سورتو لي غاسين، لانه بزاف اخوات يديروا الخطا انهم يصبغوا لي غاسين مع الاطراف ومن بعد تطلع لهم لا كولور بالخف ومن بعد يخرج لك اللون احمر في لي غاسين. ايفيتي هذا الخطا، لازم ديري الصبغه من الاطراف اولا ثم لي غاسين. ودائما الصبغه ما تجاوزيش الوقت المحدد اللي هو يتراوح بين 30 دقيقه حتى 40 دقيقه. كل وحده يعني كيفاش طلع لها في لاكولور في شعرها. تراقبي اللون تاعك لما ديري لاكولور، ما ديريهاش وتخليها حتى تولي حمراء، لانه لما تطولي بلا كولور وتتجاوزي الوقت المحدد راح تروح لك للحموريه.
ما تكملي لا كولور وتخرج لك. تغسلي شعرك بالماء دافي، ما تغسليش بالماء سخون، هكا ما يتقصفلكش. ديري ان ماسك لشعرك ابخي لا كولور، هكا شعرك ما يتضررش وماش رايح يتقصف لك. يعني هذه كنصيحه. المهم اخواتي، هنا نكون وصلنا لافين تاع الفيديو. ان شاء الله تكونوا استفدتوا، ان شاء الله يكون عجبكم اللون تاع نهار اليوم. اذا عجبتكم لا فيديو طبعا ما تنساوش الجام والاشتراك فضلا وليس امرا. إذا كنت أول مرة تشوفي القناة، مرحبا بك أختي الكريمة. مع السلامة في فيديو آخر إن شاء الله.